الذكاء الاصطناعي بقى الكلمة اللي شاغلة دماغ الكل. ناس بتقول خلاص ده نهاية شغل المصممين، وناس تانية بتقول لا بالعكس ده أكبر فرصة لينا. طب إيه الحقيقة؟ هل فعلا الذكاء الاصطناعي هيبقى بديل لمصمم الجرافيك؟ ولا مجرد أداة جديدة بتساعده يبدع أسرع وأحسن؟ معاكم أخوكم أبو حمزة، تحياتي وسلامي ليكم جميعا. تعالوا في درس النهاردة نجاوب مع بعض على السؤال ده. أولا الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة. دلوقتي بقى عندنا أكتر من موقع أو أداة للذكاء الاصطناعي زي ميدجورني، كانفا اي اي، نانو بانانا، فايرفلاي وغيرها من المواقع الكتير. بتعمل حاجات كنا بناخد فيها ساعات دلوقتي بقت في ثواني، زي مثلا إزالة الخلفية، تحسين جودة الصور القديمة، أو حتى توليد أفكار لتصميمات جديدة. مثلا لو شركة ناشئة في مجال اللبس والهدوم استخدمت ال AI يطلع لهم صور موديلات بمنتجاتهم بدل التصوير المكلف، وبعدها جابوا مصمم جرافيك يظبط الهوية البصرية ويعمل إعلانات. النتيجة وفروا وقت وفلوس وكسبوا حضور في السوق بسرعة. ثانيا حدود الذكاء الاصطناعي. رغم قوة الذكاء الاصطناعي عنده قيود كبيرة، زي مثلا أول حاجة غياب الحس الإنساني، مش هيقدر يفهم مشاعر الجمهور زيك. رقم اتنين الثقافة والرموز. لو عندي مثلا إعلان في مصر أو في السعودية أو في دولة أوروبية محتاج مراعاة لعادات وتقاليد محلية، الذكاء الاصطناعي عمره ما هيفهم حاجة زي كده. التفاصيل الدقيقة، ساعات بيغلط في الحروف العربية أو يعمل صور غير منطقية زي أيادي بعدد أصابع زيادة مثلا. الهوية البصرية، الشركات محتاجة ثبات في الألوان والخطوط والشخصية البصرية، ودي حاجة المصمم هو اللي يقدر يضمنها. مثال، لو شركة حبت تعمل حملة إعلانية كاملة بالذكاء الاصطناعي من غير أي تدخل بشري نهائيا، أكيد الجمهور هيحس إنها حاجة مصطنعة وغير مقنعة في الهدف أو الرسالة اللي بتعبر عنها. ثالثا دور المصمم البشري. المصمم مش مجرد شخص بيفتح برنامج ويرسم، لا، دوره أكبر من كده. أول حاجة ترجمة الأفكار إلى رسائل بصرية. العميل ممكن يقولك عايز حاجة بسيطة بس تلفت النظر، وانت كمصمم بتحول الكلام ده لتصميم مفهوم. رقم اتنين فهم الجمهور. هل التصميم موجه للشباب، لأطفال، لسيدات، لكل جمهور لغة وألوان مخصصة ليه؟ تالت حاجة الإبداع والابتكار. المصمم قادر يخلق فكرة جديدة بالكامل من لا شيء، مش مجرد دمج صور موجودة وخلاص. رابع حاجة إدارة الهوية البصرية. أي براند ناجح محتاج ثبات بصري في كل إعلاناته، وده شغل المصممين. مثال عملي، شركة كوكاكولا في حملتها كرييت ريل ماجيك استخدموا ال AI يطلع أفكار مستوحاة من تراثهم، لكن المصممين هم اللي دمجوا الأفكار وصاغوا الرسالة بشكل يلمس قلوب الجمهور. النتيجة كانت حملة عالمية نجحت لأنها جمعت بين قوة ال AI مع الإبداع البشري. رابعا مقارنة عملية بين الذكاء الصناعي والمصمم. لوجو لشركة جديدة مثلا، الذكاء الصناعي يولد لك مئات الأفكار بسرعة، لكن المصمم هو اللي يعرف يختار الشكل اللي يعبر عن شخصية الشركة ويترجمها لهوية قوية. مثلا إعلان لعيادة أسنان، الذكاء الاصطناعي هيطلع صور جميلة وأمثلة مبهرة وأفكار جديدة، لكن المصمم هو اللي هيختار لقطة تخلي المشاهد يحس بغرض الإعلان ويربطها برسالة العيادة. مثلا لو حملة طويلة معايا، الذكاء الاصطناعي ممكن يديك تصاميم متفرقة، لكن المصمم هو اللي هيبني خطة بصرية متكاملة تحافظ على هوية البراند شهور وسنين. خامسا ازاي يستفيد المصمم من الذكاء الصناعي؟ أول حاجة اعتبره مساعدك الشخصي، يسرع المهام بتاعتك المتكررة. رقم اتنين مصدر إلهام، يفتح لك أفكار جديدة ما كنتش هتوصل لها بسهولة. تالت حاجة أداة للعرض السريع، توري العميل أكثر من تصور قبل ما تبدأ تشتغل بعمق في حاجة معينة. رابع حاجة التركيز على الإبداع، بدل ما تضيع وقت في القص أو البحث عن الصور تخلي وقتك كله للفكرة الأساسية للتصميم. مثال، لو شركة طالبة تعمل حملة إعلانية هتستخدم ال AI هيطلع لها 10 نماذج أولية، أنت هتختار منهم أفضل اتنين وتطورهم. النتيجة وفرت 60% من الوقت وجودة شغلك زادت. وأخيرا وليس بآخر علشان ما أطولش عليكم، زي ما حصل زمان مع الفوتوشوب، ناس قالت هيقفل السوق لكنه فتح أبواب جديدة. اللي هيتعلم يدمج ال AI مع شغله هيبقى متقدم بخطوة، واللي يرفضها تماما ممكن يتأخر. الخلاصة، الذكاء الصناعي مش عدوك، هو شريكك الجديد اللي يخليك أسرع وأذكى. المصمم اللي يعرف يستخدمه هيفضل مطلوب وناجح، لكن الإبداع البشري في النهاية هو اللي بيصنع الفارق. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة والدعم علشان نقدر نكمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.